لو مش متابعاني اعملي متابعة علشان اكيد هتطلعي من الفيديو ده ومن الفيديوهات بتاعتي كلها اللي انا بنزلها مستفيدة. النهاردة هنعالج ايه؟ هنعالج الشيب صباغة طبيعية بدون صبغة ولا امونيا وبدون ضرر لشعرك. تعالوا نعرف الطريقة مع بعض والمكونات وازاي نستخدمها في 3 دقايق وبس. وعلى فكرة الشيب هيختفي من اول استخدام. تعالوا نسمي بالرحمن ونصلي على رسول الله، وهتجيبي بولة فاضية عندك وهتحطي فيها اللي هقولك عليه. معلقة من الحلبة، وما تقوليش يا ريحة الحلبة مش حلوة، لا مش هتبقى فيه ريحة حلبة خالص. ومعلقة من بذور الكتان. بذور الكتان اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا عن فوائدها للشعر وللبشرة كمان. وكمان هنحط قرنفل او مسمار، وده بتجيبيه من عند العطار وقولي لي في بلدك اسمه ايه. قلبيهم كده وحطي عليهم كوباية من المية، وعلى النار اسيبيهم لمدة 10 دقايق لربع ساعة وغطيهم مع التقليب المستمر. لان بذور الكتان ما ينفعش يتساب مع نفسه كده لانه ممكن يلزق معاكي، وكمان ينشف بسرعة والمية تنشف ويتحرق. طول ما انتي واقفة قلبي فيه. في بولة تانية، عقبال ما الحاجة اللي على النار تخلص او الاعشاب بتاعتنا تتغلي وتنزل كل اللي احنا محتاجينه، هنضيف معلقة من القهوة، معلقة من الكاكاو الخام بدون سكر يعني مش محلى، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الحنة الأصلية، وطبعا كلنا عارفين الحنة الأصلية بنجيبها منين. قلبيهم كده كلهم كويس جدا مع بعض، مع شوية إضافات بسيطة. يعني معلقة مثلا من زيت الزيتون، معلقة من زيت جوز الهند أو زيت جوجوبا أو زيت سمسم. كل دي اختيارات انتي بتختاريها، وما تضغطيش نفسك، المتاح حطي عشان ترطيب الشعر ولمعانه كمان. يعني احنا هنا مش بنعالج الشيب بس يا ميسو، لا احنا بنعالج مشاكل كتير، وأولهم الترطيب والجفاف والتساقط والفراغات. والشيب كمان طبعا أساسي معانا في الوصفة دي. حطيت كمان معلقة من الخل. انتي بتحطي خل ليه يا ميسو؟ علشان خاطر يثبت اللون، علشان ما ينزلش معاكي من أول غسلة. قلبي بقى كده. وعلى فكرة نقطتين ليمون هيطهر معاكي الفروة لو انتي فروتك مش حساسة. ولو عندك زيت توم يا سلام بقى حطي وما تقلقيش من الريحة، مع شوية من زيت اللافندر. وهنجيب بقى الأعشاب كلها اللي بتغلي على النار، وهنبدأ نصفي منها بشكل تدريجي. طب ولو اتبقى مني اوعي ترميها، الفيديو اللي جاي او اللي بعده هنستخدمها اكيد مليون في المية، لان احنا مش بنرمي حاجة. وصفاتنا بسيطة ومش مكلفة خالص، ودايما اقتصادية، ومفعولها اكيد مليون في المية. هنقلب بقى المكونات كلها كويس جدا، وهتسيبيها تبرد تماما. طب ليه هسيبها تبرد؟ عشان عايزينها تخمر. طب وهنغطيها؟ ايوه طبعا هتغطيها. الوصفات اللي من النوع ده محتاجينها ان هي تتفاعل مع بعض كويس قوي عشان تديني نتيجة ممتازة، مش اللي هو نعمل الوصفة ونجري هوب نعملها وخلاص، لا. طبعا انتي بتضيفي السائل بتاعنا بتاع مغلي الاعشاب اللي هو الجل اللي نازل ده بشكل تدريجي. كل ما تحسي ان القوام محتاج لسه وناشف ومش سهل الفرد، بتضيفي لغاية ما توصلي للقوام اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. غطيها وسيبيها 4 ساعات، وبعدين هنبدأ نحطها على شعرنا من الجذور للأطراف. طب وهنغسلها بعد قد ايه؟ ما قلتلناش. طيب اصبري على رزقك هقولك دلوقتي. بعد ما وزعتيها كويس جدا من الجذور للأطراف، هتسيبيها 4 أو 5 ساعات على شعرك. هي كل حاجة عندك 4 ساعات؟ أيوة، ما احنا عايزين اللون حلو، عايزين اللون حلو وثابت وجميل كده. وهتكرريها كل 15 يوم، ويا ريت تغطي بكيس بلاستيك أو بري حراري. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. تستاهل الشير ولا لأ؟